اختبار. ماشي وصفه حلو، مكوره مقرمشه من بره وطريه من جوه، وليها كذا توبينج بيتحط عليها، وليها اكتر من 4 اسماء. عرفت ولا لا؟ انا عرفت. اوعى تقول. وعشان الحلو اللي ليه اسماء كتير محتاجين دقيق، سكر ولبن بودره، نشا، واهم مكون في الوصفه دي وهو الخميره. وهستخدم النهارده ساف انستنت، خميره موثوق فيها بخبره اكتر من 50 سنه، هتساعد العجينه تخمر بشكل مظبوط وفي وقت قليل. مش محتاجه بقى احطها في ميه وسكر واختبرها الاول، هي مضمونه من الكيس على العجينه على طول. احنا قربنا نخلص الوصفه وما قلناش اسمها ايه. اكتبوا لنا دلوقتي في التعليقات اسم الوصفه دي في بلدكم. هنغطيها بكليننج فيلم وهنسيبها تخمر من ساعة لساعة ونص. سكر بني، زبدة، كريمة، فانيليا. بصوا شكل الصوص بقى حلو ازاي. هجيب بقى بيكان محمص، هديهم تقليبة كده على النار. اول ما يبتدي الصوص يبابل تاني بعد ما حطينا عليه البيكان هشيله من على النار، وده هيبقى احلى كراميل بيكان صوص هتعملوه. نفتح بقى على العجينة بعد ما اتضاعفت، لازم بقى نطلع كل الهواء اللي فيها. هجيب كيس حلواني، وعشان نقليها محتاجين اصغر طاسه، وطبعا نقطة زيت. شكلها عوامات. عوامة. اول ما توصل للون الفاتح ده هشيلها من على النار وهحطها على شبكة. سيرة دول شكلهم احلى. طبعا شكلهم احلى بالهلال. لا ده مش هلال، دي كرشه. طلع الباتش التانية اللي مسعود عملها، هرجعها تاني للقلية الأخيرة. عوامة، لقمة القاضي، لقيمات، زلابيا. بصوا لونها بقى حلو ازاي. طبعا انتوا لو بتحبوها بالشربات او الشيرة هتطلعوها على طول وتحطوها فيه، انما انا بحبها بالسكر. بصوا الحلاوة. الباتش التانية هنزلها على الكارميل بيكان صوص. لقمة القاضي بالكارميل بيكان صوص، مقرمشه وطريه من جوه ومش شاربه زيت خالص. ندوق بقى اللي بالكارميل بيكان. هو بصراحه دي غطت على دي. هو مسعود اكل نصها تقريبا دلوقتي. عملنا النهارده لقمه القاضي بالسكر وبصوص الكراميل بيكان. اعملوها انتوا بالصوص اللي انتوا تحبوه، اهم حاجه ان انتوا تعملوها. وساف انستنت عامله جيف اواي، ضروري جدا تقروا الكابشن عشان عندكم فرصه تكسبوا اير فراير، واحنا اللي هنختار الفايز بنفسنا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وفولو، وما تنسوش تقولوا لنا بتتابعونا منين واسمها ايه في بلدكم، ونشوفكم الفيديو الجاي.